هذه إذاعة إرنا. تحية واحتراما لكم مستمعي إذاعة إرنا الدولية في باريس. في هذه الفترة تستمعون إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفيها يتحدث السيد محمد علي شعب نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي حول أحداث شرق السودان الأخيرة وتأثيرات ذلك على الداخل. في بداية اللقاء معكم لهذا اليوم إليكم نشرة الأخبار، هذه مقدمتها. اجتماع ثلاثي لبحث توحيد نصوص الاتفاقيات الخاصة بسد النهضة. نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يحمل ما يجري في شرق السودان النظام الإريتري. وحركة الشباب تهاجم قاعدة عسكرية صومالية غداة اقتحام فندق بمقديشو. من المقدمة إلى تفاصيل النشرة، معكم فيها أحمد شريف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. على خلفية المواجهات التي شهدها شرق السودان في الأيام الماضية بين عدد من القبائل، التقت إذاعة إرنا الدولية بالسيد محمد علي شعب نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي لتسليط الضوء على ما يجري في شرق السودان. وأشار السيد شعب في حديثه أن ما يربط بين الشعبين الإريتري والسوداني كثير، سواء في التداخل القبلي أو الترابط الأسري. وأكد أن الشعب الإريتري يقدر جيدا دور الشعب السوداني الشقيق في نضاله الثوري، بالتالي لن ولم يفكر يوما في الإساءة إلى الشعب السوداني سواء في الشرق أو في أي منطقة أخرى. ورد سيادته نافيا ما تناقلته بعض الأقلام المأجورة للنظام أفورقي بوجود أيادي إريتريا في أزمة الشرق، مؤكدا أن كل ما يشهده شرق السودان من منازعات وخلافات ومواجهات يتحمل مسؤوليتها المباشرة نظام أفورقي، وهو الذي يؤجج الخلافات بإمساكه مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية. وأكد أن قبائل الشرق متعايشة في أمن وسلام رغم وجود قبائل مشتركة وهي أصيلة في البلدين. وأضاف أنه بمجرد زوال نظام أفورقي في أسمرة سيعم السلام ليس ربوع الشرق فحسب بل كل مناطق السودان. المزيد من حديث السيد محمد علي شعب نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي تابعوه في حلقة اليوم في برنامج متابعات. أعلن مسؤولون يوم الاثنين الماضي مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم لحركة الشباب على قاعدة عسكرية في جنوب غربي الصومال. ويأتي الهجوم على القاعدة العسكرية في منطقة بيدوى التي أعلنت الجماعة المتشددة مسؤوليتها عنه عبر إذاعة الأندلس التابعة لها بعد يوم من اقتحام فندق شهير على الساحل في العاصمة مقديشو. وقال القائد العسكري الصومالي يونس حسن لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم على القاعدة بدأ بمحاولة انتحارية لتفجير سيارة مفخخة عند المدخل، عقبها تبادل كثيف لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الحكومة، ما أسفر عن مقتل 10 على الأقل من الجانبين. وأضاف حسن أن جنودهم يسيطرون على القاعدة بشكل كامل بعد أن تصدوا للمسلحين وقتلوا 7 مهاجمين، كما قتل 3 جنود صوماليين في الهجوم. وأضاف هناك العديد من الأشخاص الذين أصيبوا من الجانبين. ويأتي الحادث بعد ساعات من هجوم لحركة الشباب على فندق فخم في مقديشو أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، بينهم 5 مسلحين. النبأ الأخير في هذه النشرة: ذكرت وكالة الأناضول للأنباء بأن وزارة الري السودانية قالت إنه تقرر استئناف التفاوض بشأن سد النهضة أمس الثلاثاء للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول المعنية الثلاث. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب اجتماع ضم وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات بعد نحو أسبوع من طلب تأجيل الاجتماع المقدم من الخرطوم. وكان يوم الاثنين الماضي قد تم الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا بناء على طلب الخرطوم
في ضوء تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض قبل أن يتم استئناف المفاوضات أمس الثلاثاء. وأشارت وزارة الري السودانية آنذاك إلى أن الأجندة تحولت مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية، اتفاق ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل. وفي اجتماع سيعقد اليوم يتوقع أن تطالب وزارة الري السودانية بضرورة العودة للأجندة التي حددها الاتحاد الإفريقي راعي المفاوضات. وأضافت بعد مناقشات مطولة قرر المجتمعون استئناف التفاوض اليوم أو أمس بالأحرى للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث دون الكشف عن تفاصيل. ولم يصدر بيان من مصر وإثيوبيا بشأن تفاصيل الاجتماع. في ختام هذه النشرة إليكم المقدمة مرة أخرى. نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يحمل ما يجري في شرق السودان النظام الإريتري. اجتماع ثلاثي لبحث توحيد نصوص الاتفاقيات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وحركة الشباب تهاجم قاعدة عسكرية صومالية غداة اقتحام فندق بمقديشو. نهاية النشرة. السلام عليكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج متابعات، ونسعد كثيرا اليوم أن نستضيف ضيف ليس جديد عليكم وعلينا، ونحن اخترناه ليتحدث حول في متابعة لما يجري في السودان. ولما نقول السودان، شرق السودان، لأنه هذا الشرق يهمنا نحن كإريتريين، كما يهمنا أمر السودان كله وما يجري في السودان وما يجري في إثيوبيا وجيبوتي. هذه دول الجوار تلقي بظلالها على الأحداث في الداخل. ليتحدث لنا اليوم معنا الشريف محمد علي شعب، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي. لأنه رجل متابع، فنحن نستضيفه اليوم في برنامج متابعات ليأخذنا في الصورة ماذا يجري في شرق السودان. أستاذ محمد علي، مرحبا بك في إيرنا. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، كيف الحال؟ وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة وإطلالة جديدة يعني عبر إيرنا. فأتمنى أن أجيب يعني بكل صراحة بوضوح، لأنه هذا الشرق أو هذا السودان يهمنا استقراره، لأنه السودان هو جزء مننا وعشنا فيه وتعلمنا منه وترعرعنا عليه. فلقينا في السودان الطيب كل الضيافة الطيبة، ونتمنى للسودان الاستقرار والأمان، يعني هذا ما نتمناه يعني. جميل. طيب، حتى ما يكون كلامنا أستاذ محمد واقعيا، أنا قدامي عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم، ونحن نسجل هذه المقابلة يوم الخميس 13 أغسطس 2020، وأهم الأخبار الاقتصادية والحوادث المنشورة في هذا اليوم. من بين العناوين في عنوان بيقول في صحيفة السودان: إطلاق رصاص وأعمال تخريب تغلق طرق المستشفيات في بور سودان. وخبر آخر يقول في نفس الصحف الصادرة هذا اليوم، بيقول أنه بور سودان تواصل الصراع وإعلان الطوارئ وحظر التجول الشامل. وهناك قرارات مهمة لحمدوك بشأن الأوضاع في السودان. أستاذ محمد علي، باعتبارك متابع، ماذا يجري في شرق السودان؟ أولا طبعا شكرا على هذا السؤال. شرق السودان من طبيعة الشعب الإريتري ومن طبيعة نضالاته لم يفكر يوما أن يعتدي على السودان أبدا يعني. وندين هذه التصرفات الموجودة في شرق السودان، وبحكم قبائل متداخلة، قبائل سواء الهلندة أو البيعامر، هي قبائل كمان موجودة في إريتريا، وقبائل أصيلة في إريتريا، وكمان قبائل أصيلة في السودان، يعني في امتداد طبيعي هو. لكن
المشكلة تكمن في النظام الحاكم في إريتريا. النظام الحاكم في إريتريا من لحظة دخوله إلى أسمرة فكر يعني بشكل أساسي يفجر الأوضاع في السودان يعني، والحكومة السودانية والشعب السوداني على دراية كاملة بتلك الألاعيب التي يتلاعب بها النظام الأفريقي. كيف استوعب المعارضة، كيف سلم السفارة في العرف الدولي المتعارف عليه، سلم للمعارضة. وقبل يعني سفارة دولة معترف بها في الأمم المتحدة يعني تجرأ نظام أفريقي وسلمها للمعارضة السودانية، وكانت سابقة خطيرة حول التطورات ده في الفترة الأولى. ومن ثم طبعا يعني دعم المعارضة في شرق السودان، أسس معارضة لشرق السودان، أسس معارضة، دخل يعني المعارضة السودانية عن طريق كسلة، قطع الطريق الأساسي اللي كان موجود في السودان. هذه الممارسات اللي استخدمها السياسة الفرقي لضغط على الحكومة السودانية. أولا بعدم العودة اللاجئين الإريتريين موجودين في السودان، هذول اللاجئين اللي دخلوا السودان في سنة 1967 رفض السياسة عودتهم بشكل أساسي وتماطل، وللأسف الشديد الحكومة السودانية تماطلت معه وعمقت المسألة بشكل أساسي. هذا النظام المقابع في إريتريا هو معلش المقاطعة عفوا، نحن حنرجع برضو في خبر يقول 25 قتيل و87 جريح في وفرض حظر التجوال الشامل بور سودان. بور سودان اليوم ما فيها يعني حظر تجوال شامل استاذ محمد، لكن يعني وحدين ممكن اذا تساءل الزول يعني وحدين يستمعوا لنا الان يقول انه ما ممكن يعني نرمي كل مشكله الشرق في الملعب الاريتري في اسمره. الكلام ده شويه ما فيه منطق اذا قالوا ما هي دلالات او مؤشرات او مستمسكات، يعني هناك مشاكل اصلا. معلش استاذ احمد انا قاطعتك انت. اول حاجه شوف، الفرقي من بدايه لحظه سقوط نظام البشير نظام الانقاذ بدا بسيناريو جديد، استوعب بعض المعارضين اللي كانوا موجودين وطرح افكار جديده. اتفاقيه الشرق، اتفاقيه شنو؟ هذه اتفاقيه الشرق هو الشرخ الاساسي اللي وضعه السياسي يعني، وضع برامج معينه، اسس معينه. والان صندوق الشرق واختراقات والقضايا الموجوده في السودان واللي قاعد تناقشها الحكومه السودانيه الموجوده، وصندوق اعمار الشرق، وقضايا كثيره مطروحه من جانب الحكومه ويسموها نظام التمكين يعني. هذه نحن ما عندنا علاقه بها يعني، ما عندنا علاقه بها. هذه المشاكل اللي صنعها نظام الفرقي والان قاعد يتابع هذا الملف وقاعد يفجر هذه الاوضاع في السودان. في السودان هو اللي قاعد يفجرها، واتهام صريح موجود من جانب المعارضين السودانيين اللي قاعد يتكلموا في الوسائل الاعلاميه، قالوا حملوها اليوم في كل الدوائر، في كل اللايفات الموجوده، حملوا نظام السياسي ودول معينه انه هؤلاء الناس هم قاعدين يلعبوا. المعارضه الاريتريه ما عندها علاقه بالموضوع يعني. نحن تاريخيا معروفين حمينا السودان، عمرنا ما اعتدينا على السودان. شرق السودان لما كان فيه هذه التنظيمات الوطنيه عمره ما دخل، لكن السياسه الفرقيه يوم ما وصل الخرطوم وفجر الوضع في شرق السودان هو بيتحمل هذه المسائل. طيب على القياده السودانيه اسمعني كويس، على القياده السودانيه. ما نحن حنواصل استاذ محمد علي، انا حديك الفرصه، لكن انت كانك تتحدث عن شرق ليس شرق السودان، قاعد تتحدث عن شرق اوروبا ولا شرق يعني شرق السودان ده التدخل، الخلاف القبلي والنزاعات والتهميش اللي حصل من المركز خلى كل اطراف السودان، ليس الشرق لوحده، غربه وشماله وجنوبه، الجنوب لحد ما انفصل. فالشرق هو كان بيحمل يعني متفجرات في داخله منذ سنين، يعني استغل افريقي هذا اللي هنا ممكن. فكيف الكلام ده يا استاذ محمد؟ كده اشرح لنا الشرق ده. ما استاذي في مساعي السلام موجوده، في مساعي الحكومه السودانيه او اللي بدات الان بدات بمساعي السلام، وفي اتفاقيات ابرمت في جوبا ومحادثات موجوده لكل القوى المهمشه، القوى الهامشيه الموجوده في الغرب وفي الشرق وفي كل حاجه. لكن في قوى موجوده ما عاوزه السلام يعني. انت بتابع بنفسك يعني.
نحن ما عندنا الحكومه السودانيه ماده يد للسلام، هذا ما قاعد يتابع من خلال الصحبه، قاعد اقراه في مناقشات موجوده، في اتفاقيات موجوده تمت. يعني استحقاقات السلام، استحقاقات الديمقراطيه لا يعني انه انت تفجر الوضع في داخل السودان، عشان هو هذا النظام الموجود في اريتريا ومن يتبعه عاوز يفجر الوضع بحيث انه هو يكون له يد العليا، ويكون له يعني زي ما تقول يدخل فيما لا يعنيه. هذا النظام هو نظام يعني بالتحديد يعرفوه السودانيين اكثر مما نحن نعرف، يعني هو له يد طويله عشان يفجر. نحن مع السلام في السودان، نحن مع اقامه الديمقراطيه في السودان، واكدناها في رسائلنا، واكدناها من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين السودانيين، يعني اكدناها. لكن يعني انت تبرئ ساحه القيادات، وطبعا المقاومه والمعارضه الاريتريه هي في انا لما اقرا استاذ احمد في الصحف السودانيه باسم البجا، لما اقول وبريء يعني البجا بريئه من هذا الشيء. نحن شعب واحد، زي ما قلت لك امتدادات البجا موجودين في اريتريا، والبنعام موجودين في اريتريا، وامتدادات طبيعيه يعني، فهمت علي؟ لكن لما بيانات مزيفه تطلع وتتهم المعارضه الاريتريه باستخدام السلاح في السودان، وباستخدام يعني هذه الاساليب اللي يستخدمها الفرقي، هذه العناصر، يعني هذه البيانات تخرج من اسمره وتوزع في الصحف السودانيه. وبعدين لو في معارضه مسلحه يا استاذ محمد علي، ما في اي يوم الليله واحد اريتري ما قريبه، يعني اسمره قريبه اذا كان اصلا دايرين يعملوا. فدي انا اتفق معك في الحته دي استاذ محمد علي، خاصه بيانات تطبع في اسمره. اسمعني استاذ، بيانات تطبع في اسمره وتوزع في بورسودان في الصحف السودانيه، يؤجج الصراعات، يؤجج الخلافات ما موجوده، يصنعها الفرقي وصناعه، يصنعها النظام الموجود في اسمره. ليه قاعد يصنع؟ ضروري القيادات السودانيه تفهم هذه الحقيقه وتعرفها. هذا الشعب المسكين المشرد اللي قاد 60 سنه هذه المعركه الطاحنه مع هيلي سلاسي والطاحنه مع نظام منجستو، والان يتحمل عباء السياسه الفرق وشلته. يعني هذا الشعب الطيب انت تسيء عليه، وكمان تتحمل الاجنده بتاعت السياسه الفرقي وتطلع بيانات بتاعه وتستخدم فيه السلاح. اولا استاذ محمد، انا معك انه نظام فرقي ليس في الشرق لوحده، هو كان عنده مشاريع، حتى عنده مشاريع داخل اثيوبيا الان، كانت له مشاريع في الصومال، كانت له مشاريع برضه كونغو والديمقراطيك والكونغو برازافيل وغيره. هذا الرجل معروف يعني انا معك في الحته دي. لكن برضه هنالك كانت يعني اشياء بذره موجوده للخلافات والتناحر وما الى ذلك. استاذ محمد، كيف تقرا هذا العنوان؟ لجان المقاومه تحمل اللجنه الامنيه مسؤوليه احداث بور السودان. يمكن لانه الجانب الامني فيه هو تواجد اليد الاريتري، نظام افورقي تحديدا، هو فعلا انا نتفق معك تماما، وان كان حتى لو ما اتفقنا في كليات الامور لكن له يد. طيب ايش مصلحته هو في زعزعه شرق السودان؟ هو شوف، السياسه فرق له اجنده معينه، نظامه يفكر انه اذا استقر شرق السودان الناس حتفكر عليه، يعني يعرف حق المعرفه انه الناس الموجوده في السودان واللاجئين القابعين في معسكرات اللاجئين واللي رفض عودتهم، الناس ديل في النهايه حيفكروا يعني ما عاوزه تعيش المنطقه بسلام. لهذا السبب السياسي يحاول يفجر المشاريع في شرق السودان، يفجر المشاكل، يأجج العناية، يمشي يقول لهم انتم ناس مواطنين اصليين، ديل ما مواطنين اصليين، يستقبل في ساوى قيادات بتاعت مؤتمر البجا ويستعرض معاهم، والسودان في مرحله جديده يعني في ساوى. وهو السودان كل العالم بيحتفل بالثوره السودانيه، وهو كان بيحتفل بالمعارضه بيسموه ما يسمى بمؤتمر البجا، لحادنهم هو كان موجودين معه في ساوى، يعني فهمت علي؟ فتعني شنو بالضبط؟ كونه هو الناس كلها تحتفل بالديمقراطيه السودان، وهو بيحتفل بيأجج الصراع، بيأسس لصراع معين. هذا هو الفرقي، وهذا هو اللي قاعد يسمعه اليوم وقاعد يفجر المنطقه. انا اللي بقوله كالاتي: صناع الحرب في شرق السودان ما حيكسبوا حاجه، من اكلوا يعني من مشاريع تنميه شرق السودان. يعني مين النمى؟ اللاجئين قاعد يدعك 24 ساعه عشان ياكلوا اولاده، قاعد يشتغل بعرق جبينه،
ما في واحد. مساعدات الامم المتحده اختفت، مساعدات كل الحاجات نحن ما تكلمنا فيها، كل هذا الشيء ما عندنا ومع ذلك سابرين سامدين، ما اعتدينا على السودان ولا تكلمنا بالاحترام وبالذوق. جميل. لكن السياسه فرقي وحاشيتي. ايوه استاذي. نحن معكم سيداتي سادتي في إرنا الدولية، والمتحدث إليكم هو السيد محمد علي شعب، نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، في برنامج متابعات نتابع ماذا يجري في شرق السودان وانعكاسه على الواقع في إريتريا. حكومة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لفرض هيبة الدولة. مقتل 13 وإصابة أكثر من 40 في صدامات شرق السودان. طيب يا أستاذ محمد علي، فلنفترض أنه نظام أفورقي انتهى بأي شكل من الأشكال، هل تتوقع سيناريو هدوء تام لمكونات الشرق؟ فلنفترض ذلك. نعم. كيف؟ عمره ما كان عمرنا نحن هذه القبائل كانت بتعيش ما بعد، وعمره ما حصلت مع أي إشكالية وما حصل أي حاجة، وأنا أتوقع أنه حتحصل انفراجات، وبالضبط هم عاوزين، الناس دي كلها عاوزة استقرار المنطقة. عمره ما حصلت مشاكل، لا القبائل بتاعت البجا حصلت ولا القبائل ما عمره ما عندهم أي إشكالية إنهم، وأنا أتوقع إنه حيعم السلام بزوال هذا النظام، وحيفكر أنا الوضع. أنا في اعتقادي نحن ما عندنا أي إشكالية مع الشعب السوداني، ما عندنا أي مشكلة يعني مع الحكومة السودانية، وإذا عاوزيننا كمان نتدخل ونوري للناس نقول لهم يا جماعة، وقاعد نتكلم معاهم بشكل أساسي، هدوا وأضبطوا النفس، يعني نتكلم معاهم، يعني نقول لهم يا جماعة نحن ما عندنا ظن في الشغلة دي، وهذه البيانات المفبركة اللي قاعد تطبع في أسبرا وقاعد توزع في صفصف لا أساس لها من الصحة، ويعرفوا الكلام ده. نحن نتمنى الاستقرار للسودان، نتمنى الأمان للسودان، نتمنى التنمية والاستقرار للسودان، لكن نحن في حياتنا ما فكرنا عشان نفجر الوضع في السودان، لأن السودان هو أمن علينا وعاش معنا وعشنا فيه وكل حاجة، هذا وطننا الثاني، هو نفكر بهذا الأسلوب يعني. ما نخون محمد علي، أستاذ محمد علي، ما الواحد يقول كمان، لأنه السودان اليوم ما في حكومة مركزية، الشرق والغرب وكله ملتهب يعني، وبالتالي ده إرث النظام السابق، في واحدين يرجعوه إلى ذلك، وفي واحدين يقولوا لأنه ما في هيبة الدولة تلاشت، وبالتالي كل من يحسب أنه عنده قوة يقوم ويعمل، وأفورقي طبعا وأجندته يؤججه. كيف قرأت زيارة فيليبوس الأخيرة للخرطوم؟ يعني هو ماسك ملفات كثيرة في الشرق ما في شك، وفي نفس الوقت يداعب المركز هناك في الخرطوم. شوف حاجة واحدة، أنا على حسب اعتقادي الورقة الرابحة اللي كان بيلعبها مع الإنقاذ انتهت. الآن في نظام جديد موجود، في ديمقراطية موجودة، في قوى حية موجودة بتعرف ألاعيبها فرقي مع الدول الغربية، تحالفاته مع إسرائيل. كل مرة كان بيهدد السودان، مثلا بيجيب معارضة السودانية بتاع غرب السودان يخليهم في ساوة قاعدين يهدد بها، كان نظام بشير وكده. هذه السودان استفاد من التجربة وانفتح على المعارضة وقاعد يناقش معها. السياسة فرق الورقة الرابحة اللي كان يملكها، الآن فقد هذا الشيء. الوحيدة الحمد لله، الورقة الوحيدة اللي عنده الإخواننا اللي استوعبهم في ساوة واتكلم معهم، وفي اعتقادي يعني هذول كمان ما عندهم القاعدة الجماهيرية اللي يقدروا ينافسوا بها. إذا كان هم عندهم قواعد جماهيرية ما كانوا يستخدموا هذا الأسلوب القذر في إضعاف شرق السودان وخلق مشاكل في بين القبائل الموجودة يعني. إذن أستاذ أحمد، أنا أتوقع هو كالآتي: ملفات السياسة فرق انتهت خلاص يعني، والسودان مقبل على تكوين ديمقراطي. حتى مشاكل إرهاسات يعني زي ما تقول يعني النظام القديم اللي كان موجود اللي خلق هذه الإشكالية، يبدو لي لو السودانيين يعني وضعهم استقر بهذا الشكل حيخرجوا من الأزمة الموجودة فيها. ما بقول لك حتستمر معهم مدى كم، لكن السودان مقبل على وضع جديد، والناس قاعد تنادل عشان تغير الواقع الجديد. يعني نحن مع تغيير الواقع الجديد، نحن مع استقرار السودان، نحن إن السودان يستمتع بالديمقراطية وبالأمان في شرقه وفي غربه. يعني نحن نتمنى للسودان هذا الاتجاه، لكن ما عندنا النظام اللي موجود نظام فرقي يتلاعب في اثيوبيا، يتلاعب في السودان. هذا هو المادة الحقيقية. 30 سنة الآن يعني بدأ صفحة مع نظام أبي أحمد، قاعد يلعب بنفس اللعبة بنفس الأساليب بنفس هذا الشيء. يعني بيجيب جيش يدرب لأرمو،
كان بيدرب الجيش الصومال، كان يعني خلق مشاكل اثيوبيا يعني وتجراي. والان ستيل هذا الموال. هل الدوله الاريتريه، هل امكانات الشعب الاريتري اللي قاعد يوزعها ويبعزقها زي ما يقولوا الاخوان المصريين على هذه التنظيمات، على هذه الترهات؟ فانا في اعتقادي يعني على الاخوه السودانيين ينتبهوا انه هذا الراجل بيلعب لعبات قذره ولمصالحه الشخصيه وما حيستفيد حاجه. الشعب الاريتري يوم الليله مشرد، يعني اريتريا خاليه عن شبابها. دور المجلس هنا وقوى التغيير والمعارضه والمقاومه الاريتريه في هل عندها قدره اول لتهدئه اوضاع شرق السودان، وفي نفس الوقت ما هي ادوار برضو انه تسحب البساط من نظام افريقي اللي بيأجج في هذا الصراع حتى ما يقضي على ما تبقى من روح للمقاومه والمعارضه الاريتريه؟ والله شوف، نحن عندنا علاقاتنا مع الاخوان السودانيين، مع الاحزاب السودانيه، قاعد نتكلم معهم. العقلاء منهم اللي يفهم ويعرف حق الشعب الاريتري ويعرف الادوار الان بقوا يتكلموا، يعني يتكلموا على انه بيقولوا والله النظام الفرقي هو السبب الاساسي. قاعد يقولوا والليله طلعوا زي ما انا كنت بشاهد في احد المشاهد في اللايف اللي كان موجود، بقى يتكلموا السياسه فرقي واجندته الخفيه، السياسه فرقي واسرائيل، السياسه فرقي ودوله معينه من احد الدول العربيه. قاعد يتكلم علنا وما قاعد يحملها المعارضه، قاعد يقول نحن من خلال علاقاتنا من خلال اتصالاتنا قاعد نتكلم معاه وقاعد نوريهم يا جماعه انت عارفينه قبل كده، كنتوا عايشين في اسورة وتعرفوا الزول ده يعني وطموحاته وفرتكت. اذا الاخوان في السودان بيعرف حق المعرفه، لكن الملفات كثرت، ملف الشرق، ملف القرب، ملف شنو، حاجات كثير. حتى هم ما في توافقات بينهم موجوده، في يعني بيتحالفوا مع بعض، بياكلوا بعض، بيسمعوا، قاعد نطلع على صحفهم مشاكلهم القضايا بتاعهم. لكن في اعتقادي هم يفهموا انه المعارضه الاريتريه والشعب الاريتري بريء من هذه التهمه التي الصقت عليه من قبل بعض التافهين او المجندين من السياسه الفرقي. ده اللي سمعت. وهناك ضحايا اريتريين استاذ محمد علي كما شيء طبيعي، في شيء طبيعي حيكون في ضحايا اريتريين، في طبيعي في جهل موجود. القوى الامنيه مثلا على القوى الامنيه ان تحافظ على امن السودان، ان تحافظ على هيبه الدوله السودان، ان لا تتيح لهذه الفكره ولا تعتقد ولا يعني تتعامل مع هذه البيانات المدسوسه اللي فيها السم واللي تأجج الصراع بين الشعبين، هذا الشعب الاريتري والشعب السوداني شعب واحد، هو شعب بينهم في مصاهرات موجوده. وفي اعتقادي يعني عليهم ان يتفاهموا القوى الامنيه، ان تتفهم وتدرك هذه الخطوره اللي قاعد يلعبها السياسه الفرقي مع بعض الاجنده وبعض الانتهازيين اللي مصالحهم انتهت وخلص عليه. يعني ضروري هم فاهمين، وعلى القوى الامنيه ان تكون حازمه لاستقرار المنطقه ولهيبه الدوله. يعني ده اللي بقوله اكثر من كده ما بقدر. بمعنى بقاء افورقي وجوده في سده الحكم في اسمره ليس مهدد فقط للكيان الاريتري والمشروع الوطني، بل هو برضه مهدد حتى للكيان في شرق السودان، وتشوف لاعبه وبرضه كروته داخل اثيوبيا تحديدا مع دكتور ابي وغيره. تفتكر يا استاذ محمد علي الى متى هذه العربده ممكن تستمر بالنظام الاريتري، وكروته الى اي مدى هي قويه يعني عشان ما يلعب هنا وهنا؟ ولا هو استاذ احمد الراجل اعتمد هذه الاستراتيجيه، هذا طبعه، ده استراتيجيته عشان يستمر. والسودانيين بيعرف حق المعرفه، الشعب السوداني بيعرف يعني ما مرت في اريتريا وظروف اللجوء والمشاكل الفتره الاولى والفتره الثانيه كمان. الفتره الثانيه يوميا الناس كانت تهرب وتهاجر، يعني هذا نتيجه ان هذا الراجل فد اريتريا من شعبها. السودانيين بيعرف حق المعرفه، الاثيوبيين بيعرف حق المعرفه. اذا يعني نحن في اعتقاد انه هو الورقه الاخيره اللي قاعد يلعب بها هذه المسائل، تأجيج الصراع في السودان، تأجيج الصراع في اثيوبيا، الان نسبه الديمقراطيه وحتى حقوق السلام، النوبل السلام اللي اعطوها لابي احمد في النرويج الان يعني اصبحت مهدده، لان الراجل اصبح يعني يخطو خطوات غير ايجابيه نحو الديمقراطيه، السجون، اختفاء، يعني قتل. اثيوبيا اليوم قاعد تمر بمرحله خطيره، كانت الناس كلها تفائلت ان اثيوبيا طلعت من مرحله الجهل والتخلف والاعتقالات. الان ابي احمد من خلال استشاره السياسه الفرقي قاعد يعود في نفس المشكله. السياسه يعني رجع السودان كذا مرتين، وعلى حسب معلوماتنا الموجوده التقى مع القياديين السودانيين، حتى حرش بينهم، يعني حتى بحرش بين العسكريين وقال يعني تسبب، عاوز يخلق مشكله
بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني، لعب هذه الألاعيب السياسي، جاء مرتين ولا ثلاثه وتكلم معاهم بطريقه كل المعلومات تاكد انه هو عاوز يأجج الصراع في السودان بين القوى المدنيه وبين القوى العسكريه. هذه الاجنده اللي بيلعب فيها على السودانيين يتفاهموا ان هذا الراجل وهذه المخططات القريبه واجندته يعني بيلعب قاعد، ودي معلوماتنا يعني هو ما قاعد نكذب، قاعد معلوماتنا مؤكده انه هو يعني يعني دخل بين المكون العسكري عشان يفرتك يعني بالمعلومات. اذا السياسه فرقي يحاول انه الشعب السوداني ما تكون في ديمقراطيه موجوده، عاوز نظام هش، نظام يعني يتكلم في عاوز يفتح لهم افاق بتاع التعاون مع اسرائيل مع امريكان مع شنو اجنده بتاعت ارهاب، نحن حنرفع منكم وانا علاقاته كويسه وانا رافع مني الحظر وانا حرفع منكم من خلال، لكن انتم عليكم ان تقصوا فلان وفلان وعلان وفلان، ما تجيبوا فلان في كسله، ما تجيبوا علان في بورسودان. هذا هو السياسه فرق. صح نعم. شكرا لك حبيبنا الغالي الاستاذ محمد علي شعب. شكرا يا استاذ احمد، وشكرا جزيلا على هذه الاطلاله، وشكرا جزيلا يعني اتمنى للسودان الاستقرار، واتمنى للسودان والله هذا ما نتمنى السلام. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، كان الأستاذ محمد علي شعب نائب رئيس القيادة المركزية للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، تحدث إليكم من مدينة ميلبورن في أستراليا، وهو ناشط سياسي طبعا معروف. تحدث عن الوضع في شرق السودان وكيف يتلاعب نظام أسمرة أو مجموعة هيكدف بالكروت داخل شرق السودان، إثيوبيا وغيرها. نحن سعدنا بلقائك حبيبنا الغالي الشريف، وإن شاء الله نلتقي بك في مناسبة قادمة. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. كان معكم محدثكم أحمد شريف. تحياي والزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون على الإذاعة، ولك شكرا الأستاذ محمد علي شعب. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.